السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتي. اليوم بإذن الله تعالى رايحة نشارك معكم كيكة إسفنجية تقدري ديريها في مناسبات أعياد الميلاد. تجي خفيفة وطعمها بنين. نبدأ على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. ديت 8 حبات بيض، قرصة ملح، ملعقة صغيرة فانيليا، كأس سكر عادي. خلطتهم بالطراب الكهربائي حتى تحصلت على خليط رغوي. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه. بديت نضيف الفارينة بالعقل. هنا نضيف 2 كيسان. كنت غربلت الفارينة أنا المرة الأولى، وهذه المرة الثانية اللي راني نغربل فيها، لأن الكيكة هذه ما فيهاش خميرة كيماوية. فرغت الخليط تاعي في مول مدهون بالزبدة ومرشوش بالفارينة، ودخلتهم للفرن على درجة حرارة 180 درجة، ولكن لازم يكون مشعول الفرن غير من الأسفل ماشي من الفوق. في جهة أخرى ديت كأس غبرة الشانتيي وكأس حليب بارد، خفقتهم بالطراب الكهربائي حتى تحصلت على الكريمة هذه. درتها في البراد. ديت الكيكة اللي خرجتها من الفرن بعد ما بردت، قسمتها نصفين وشربتها بالحليب. اعتذر، الفيديو مقطع من الفيديو راح لي. شربتها بالحليب ودرت فيها الكريمة كما راكم تلاحظوا، ومن بعد غلقتها. زدت الجزء العلوي تاني درت فيه الكريمة، كريمة الشانتيي. بالطريقة هذه اللي راكم تلاحظوها. ديت كاوكاو مرحي، محمس ومرحي، وزينت به الجوانب. ديت علبة شوكولاتة، دينتي أي نوعية حبيتيها. قطعتها قطع عشوائية باش نزين بها الكيكة تاعي هكذا كما راكم تلاحظوا. ومن بعد ديت حبات الفراولة، غسلتهم طبعا وقسمتهم نصفين، وزينت بهم الكيكة بالطريقة التي تلاحظونها. إذن هذا هو الشكل النهائي لكيكة اليوم. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة. أترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.